أشكر ممثل تشاد الموقر على بيانها. سأعطي الكلمة الآن إلى الممثل الموقر للجزائر. تفضل سيدي. السيدة الرئيسة، بدء ذي بدء أود أن أتوجه إليك أنت وأعضاء المكتب الآخرين بأحر التهاني على انتخابكم المستحق على رأس هذه اللجنة وإدارة أعمالها، وأؤكد لكم على الدعم التام لوفد الجزائر. أود أن أركز في مداخلتي هذه على الوضع في الصحراء الغربية. هذا الإقليم الذي يعتبر آخر مستعمرة في أفريقيا هو أكبر إقليم محتل في العالم، وتصفية الاستعمار في هذا الإقليم ترد في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ 1963، أي حوالي 60 سنة تقريبا. وبعد مضي 6 عقود شعب الصحراء الغربية لا يعرف سوى المنفى أو الاضطهاد. السيدة الرئيسة، قبل أسبوعين فقط وفي 4 أكتوبر شهدنا مستجدات تاريخية بشأن هذه القضية، مستجدات تضاف إلى مختلف المرجعيات القانونية الأساسية المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية. هنا أود أن أذكر بالقرار النهائي والقاطع الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، وذلك في القضية المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية والاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد والمنتجات الزراعية. أود هنا أن أشير إلى نقطتين ثابتتين أكد عليهما هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية. أولا، إقليم الصحراء الغربية منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، ومكانته هي مسألة تصفية استعمار. وأقتبس: الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية والتي لم يتم استشارة رأي الشعب الصحراوي بشأنها تنافي مبادئ تقرير المصير والآثار المترتبة عن المعاهدة. نهاية الاقتباس. ثانيا، جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وأقتبس: جبهة البوليساريو هي جهة التواصل المفضلة في سياق العملية التي تطلع بها الأمم المتحدة من أجل تحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية.
وبالنظر لتبعات هذا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فجبهة البوليزاريو تستوفي كل المعايير اللازمة كي تستأنف أمام المحاكم القرارات التي يتم اتخاذها والتي تخص الشعب الصحراوي. وبغض النظر عن المفهوم القانوني والقضائي والسياسي لهذا القرار الآخر لمحكمة العدل الأوروبية، يمكن أن نستخلص 3 دروس. أولا، هذه عقوبة ثابتة تؤكد على الشرعية الدولية التي لطالما كانت ثابتة وقوية وواضحة. وهنا أذكر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ل 1975، والذي أشار إلى أن المحكمة لم تجد أي روابط قانونية من شأنها أن تؤثر في تنفيذ القرار 1514 بشأن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. أذكركم أنه خلال الفترة نفسها أبرم اتفاق سمي باتفاق مدريد بشأن تجزئة الصحراء الغربية. وبنود هذا الاتفاق لم تحظى بقبول المجتمع الدولي. المجتمع الدولي الذي قرر وأكد مرة أخرى في شهر نوفمبر 1979 على حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، عملا بميثاق الأمم المتحدة والأهداف القرار 1514. تجدر كذلك الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد في كل تقاريره السنوية بأن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء الغربية على أنها مسألة أمن وسلم، ويطالب بإيجاد حل منصف مستدام وتقبله الأطراف، حل من شأنه أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. اللجنة الرابعة لجنة 24 تنظر في هذه المسألة على أنها مسألة إنهاء استعمار. ثانيا، وأؤكد على أهمية هذه النقطة، إن مصير شعب برمته لا يمكن لأي أحد أن يقرر إذن مصير شعب باستثناء ذلك الشعب. هذا ما أكدت عليه القرارات 1514 1541 و 2625. إن كل وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار بقيت ثابتة، وطرائق تنفيذ الحق في تقرير المصير يجب أن تحدد من قبل الشعب الصحراوي. علاوة على ذلك، وإجابة على بعض الزملاء، لا يمكن لأي طرف أن يقدم ختم سيادة الصحراء الغربية بمنأى عن رغبة الشعب الصحراوي. لا يمكن لأي طرف أن يشير إلى الاستثمارات أو أن يحتج بالاستثمارات
وفتح القنصليات عوض ضمان حق شعب رمته في تحقيق مصير هذا الشعب الذي لا يزال يرزخ تحت وطأة الاستعمار. السيدة الرئيسة، انقطع صوت المتحدث. My apologies. المعذرة سعادة السفير، ولكن الميكروفون قد انقطع لانقضاء الوقت 10 دقائق. Il n'y a pas de quoi. J'espère que ça s'est bien passé. Je remercie le district. أشكر ممثل الجزائر الموقر على بيانه. سأعطي الكلمة الآن إلى ممثل المغرب الموقر. إليك الكلمة. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. اسمحي لي بداية أن أهنئك أنت وأعضاء المكتب الآخرين على انتخابكم، وأؤكد لكم على دعمنا التام. السيدة الرئيسة، في 22 من سبتمبر أيلول الماضي وفي هذا المبنى نفسه رؤساء الدول والحكومات التزموا خلال قمة المستقبل بالعمل من أجل إرساء عالم أكثر سلما وإنصافا واستدامة، وقد اعتمدوا ميثاق المستقبل والذي أعربوا فيه عن عزمهم المشترك بحل النزاعات القائمة وببناء مجتمعات قادرة على الصمود بإمكانها أن تتعايش بسلام وأن تتجاوز التحديات. والمبادئ التي استند إليها في هذا الميثاق هي نفسها المبادئ التي نستند إليها بشأن مسألة الصحراء، أي مبادرة المغرب للحكم الذاتي. بتقديم هذه المبادرة لمجلس الأمن في 2007 المغرب قدم حلا تفاوضيا وليس مفروضا، حل شامل وليس متحيز، حل موجه صوب المستقبل. بعبارة أخرى، هذا خيار استراتيجي يكرسه اليوم ميثاق المستقبل نصا وروحا، ولا سيما المبادئ والنقاط التالية. أولا، الميثاق يؤكد دور الأمم المتحدة في صون الأمن والسلم الدوليين. المملكة لا تنظر في حل لمسألة الصحراء المغربية خارج إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن المغرب لطالما أكد على امتثاله للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بتيسير من مبعوثه الشخصي. ولكن منذ 3 سنوات هذه العملية السياسية وللأسف تقوضها الجزائر التي ترفض المشاركة بصفتها طرفا رئيسيا، وذلك بالرغم من النداءات المتكررة للأمين العام وقرارات مجلس الأمن وجهود المبعوث الشخصي. ثانيا، الميثاق يكرس تطبيق تدابير من أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين، وفي هذا الصدد المملكة المغربية لطالما أبدت عن نيتها ووجهت نداء لإجراء حوار مع الجزائر لمعالجة هذا النزاع الذي لفقته الجزائر منذ أكثر من 50 سنة. هذا ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أشار إلى أنه سيسعى دائما لإرساء بيئة للأمن والوئام في المنطقة. ولكن بقيت كل هذه النداءات حبرا على ورقة، فالجزائر تصر على عدائيتها للمغرب بمساندة جبهة البوليساريو. ثالثا، الميثاق يؤكد على أهمية حل النزاعات من خلال الدبلوماسية الوقائية. إن المغرب في هذا الصدد أكد في 2007 من خلال مبادرة الحكم الذاتي واستجابة لمجلس الأمن على هذا الالتزام. هذه المبادرة اعتبرها المجلس جدية وصادقة خلال قراراته 20 الماضية، وللأسف الجزائر ترفض ومنذ 3 سنوات أن تعود للمائدة المستديرة، وهذا يقوض من مبدأ فض النزاعات بالطرق السلمية، ويقوض من العملية السياسية لجد حل لمسألة الصحراء المغربية، ويقوض كذلك من جهود الأمم المتحدة
ويدفع بالسكان المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيش في ظروف لا إنسانية ودون أي آفاق مستقبلية. رابعا، الميثاق يؤكد على الالتزام من أجل اعتماد مقاربة منسقة وتنفيذ سياسات تحفظ مصالح الأجيال الحالية والمقبلة. المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقترح حوكمة ديمقراطية محلية وجوهرية، وذلك من خلال تعزيز السلطة وضمان مشاركة أكبر للسكان المحليين في اتخاذ القرارات السياسية، وهذا يتماشى مع مبادئ الميثاق الذي يسعى لتعزيز المجتمعات المحلية وضمان أن الحوكمة تمارسها تلك المجتمعات المحلية استجابة لتطلعاتها واحتياجاتها. ولكن هذا لا ينطبق للأسف على مخيمات تندوف، حيث أن السكان المحتجزين هم رهينة لمجموعة انفصالية مسلحة بتواطؤ من الجزائر. هذا يحرمهم من العودة إلى وطنهم الأم المغرب للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمقاطعات الصحراوية. خامسا، الميثاق ينادي بمشاركة النساء والشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفي الصحراء المغربية النساء والشباب يطلعون بدور محوري في المجتمع ويحظون بمشاركة سياسية كبيرة، بما في ذلك في إدارة الشؤون المحلية من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية. ويشاركون كذلك، هم شاركوا في وضع المبادرة المغربية ويشاركون أيضا في الموائد المستديرة للعملية السياسية. ولكن إخوانهم وأخواتهم في مخيمات تندوف للأسف حرموا من شبابهم من قبل الجزائر التي تجندهم في الميليشيات العسكرية لجبهة البوليزاريو في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ باريس. الجزائر استعاضت عن المدارس من أجل التعليم بهذه المخيمات الموجهة للتجنيد. سادسا، الميثاق يضمن تعزيز الجهود المبذولة لضمان العدالة للجميع. المبادرة المغربية تأخذ في الاعتبار كل آليات العدالة من أجل وضع إطار قضائي وقانوني مكيف، بما في ذلك من خلال إنشاء محاكم محلية تضمن الاستفادة من العدالة على قدم من المساواة. ولكن من جهتها الجزائر وفي انتهاك للقانون الدولي تحاول فرض سيادتها في مخيمات تندوف على غرار ما أشارت إليه لجنة حقوق الإنسان. سابعا، الميثاق يؤكد على تنفيذ سياسات اقتصادية اجتماعية وبيئية. إن مبادرة المغرب من شأنها أن تعزز من النمو والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية، وذلك من خلال مبادرة اقتصادية تستجيب لاحتياجات السكان المحليين من خلال نموذج جديد للتنمية لمقاطعة الجنوب أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا يفضي إلى خلق فرص عمالة وتحسين مستوى العيش. ولكن للأسف 40,000 شخص في مخيمات تندوف يعيشون في وضع هش للغاية. هذا الوضع فاقمته تبعية منذ 50 سنة للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم تحويل وجهتها من قبل المجموعة المسلحة الانفصالية البوليزاريو على غرار ما أكد عليه الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي. ثامنا، الميثاق يساند وضع مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقدم كل الضمانات من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التمثيل المحلي والإدراج في اتخاذ القرارات وضمان استقلالية النظام القضائي وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولكن مخيمات تندوف هي أماكن أو يحرم فيها السكان من حقوقهم وحتى آليات حقوق الإنسان لا يتم تطبيقها في تلك المخيمات. تاسعا، الميثاق يسعى لضمان الإدماج والتعاون الإقليمي. والمبادرة المغربية تهدف لإرساء السلم في المنطقة من خلال تحسين الجوار الاستقرار وضمان التعاون الثنائي الطرف وإيجاد ظروف للتنمية والإدماج والتكامل الإقليمي ودون الإقليمي. من جهتها الجزائر تنافي في عملها الميثاق، وهي تحتضن مجموعة انفصالية تفرض تأشيرات مما يحول دون فرص تعاون حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجهها شمال إفريقيا ولا سيما التحديات الأمنية. السيدة الرئيسة، إن الدعم الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي تؤكد على
نظرة المجتمع الدولي لمستقبل الصحراء الغربية، ولكن للأسف اليوم أكثر من 100 دولة عضو من كل المناطق، بما في ذلك دولتان من عضوان دائمتان في مجلس الأمن، إضافة إلى 19 دولة من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، جميعها ساندت المبادرة المغربية على أنها المبادرة الموثوقة الوحيدة وهي الحل السياسي. وإلى غاية اليوم أمام هذه اللجنة كل الممثلين أكدوا على ذلك. علاوة على ذلك فتح قنصليات عامة لأكثر من 30 بلدا في العيون وفي الداخل هي كذلك دليل للاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. إن مبادرة المغرب هي القاعدة الوحيدة من أجل فض هذا النزاع الإقليمي، فهي تضمن إدارة السكان الأصليين لشؤونهم، وهي تعزز من أو ظهور وحدة المغرب العربي، كما أنها تنسجم مع الميثاق الذي اعتمد الفترة الأخيرة. على الجزائر أن تفهم بأن هذا المشروع الانفصالي الذي تطلع به قد فشل، فالصحراء أصبح مغربيا منذ 1975 وكانت قبل ذلك مغربية. ختاما أؤكد على دعمي وانقطع صوت المتحدث. أشكر ممثل المغرب الموقر على بيانه. أيها المندوبون الموقرون، نكون بذلك قد استمعنا إلى المتحدث الأخير في قائمة المتحدثين بشأن بنود إنهاء الاستعمار وما يتصل بذلك من بنود، ولكن طلب حق الرد. وأذكركم أنه وفقا للقرار الذي اتخذناه في اجتماعنا التنظيمي يوم الثلاثاء، تقتصر المداخلات لحق الرد على 5 دقائق في المداخلة الأولى و3 دقائق في المداخلة الثانية. وأود الآن أن أعطي الكلمة لمندوب الجزائر الموقر لممارسة حق الرد. سيدتي الرئيسة، مندوب المغرب الموقر عرج على نقطة في العديد من المناسبات، وهي الإشارة تحديدا إلى ميثاق المستقبل، ولكنه أغفل أن يقول في مداخلته إن هناك إشارة أساسية هنا في هذه الوثيقة التي اعتمدناها الآن جميعا، للحق في تقرير المصير. وهناك إشارة كذلك لمشروعية المقاومة في وجه الاضطهاد والاحتلال الاستعماريين. مسألة الصحراء الغربية تقع تحت مظلة هذه الإشارة، واسمحوا لي أن أذكر كل الحاضرين بأن المندوب في 10 دقائق فحسب لم يذكر مندوب المغرب الموقر مرة واحدة عبارة الصحراء الغربية، ولكن تلك هي النقطة الواردة كعنوان لهذا البند من جدول الأعمال في اللجنة. هذه إشارة للصحراء الغربية ووفقا لسردية زميلي وجاري، مجرد استخدام عبارة الصحراء الغربية أمر محظور. ثانيا، إذا أردنا أن نناقش الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي غير قابل للتجزئة في تقرير المصير، علينا أن نقر بأن المغرب ترتكب الكثير من الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي. هناك انتهاكات وثقت بشكل واضح للغاية من جانب العديد من منظمات حقوق الإنسان العربية والإفريقية، وهذه الانتهاكات أشار إليها مؤخرا أمين عام الأمم المتحدة في التقرير الذي ترونه أمامكم بشأن الصحراء الغربية.
تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان تتضمن من بين جملة أمور أخرى الاختفاء القسري للصحراويين وتعذيب سجناء الرأي والاعتقال التعسفي وعنف الشرطة والترهيب والقتل أو الإعدام خارج الإطار القضائي. بالإضافة إلى هذا، طبيعة الصحراء الغربية تضمنت عزلا عسكريا عنيفا لدرجة أنه لمدة 9 سنوات حتى الخبراء من مفوضية الأمم السامية لحقوق الإنسان، حتى الخبراء المدافعون عن حقوق الإنسان لم يتمكنوا من دخول الصحراء الغربية. دخلوا المغرب ولكن لم يسمح لهم بالوصول إلى الصحراء الغربية. سيدتي الرئيسة، إننا التقينا هنا حتى نحقق العدالة من أجل شعب الصحراء الغربية. كل ما يطلبونه هو الحق في اختيار مستقبلهم، والسبيل الوحيد لاختيار مستقبل المرء يكون عن طريق تمتعه بالحق في تقرير المصير. فلنضمن أن يعطي هذا الحق كذلك لشعب الصحراء الغربية. شكرا. شكرا لمندوب الجزائر الموقر. أعطي الكلمة الآن لمندوب المغرب الموقر لممارسة حق الرد. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة. كنت أود ألا يستخدم زميلي من المغرب حق الرد لأنه عرض وجهة نظره وعرضت أنا وجهة نظري بدوري، ولكنه يبدو أنه يود أن يحدث جلبة ولم يفهم صميم كلمتي. كانت كلمة انبنت على التركيز على المستقبل، وكانت كلمة تتحدث عن السلام وتسوية المنازعات وسعي للتنمية والرخاء والتكامل الإقليمي. أما هو فهو عالق في منطق النزاع. لقد نسي في كلمته أن المتحدثين في هذه القاعة أعربوا عن دعمهم على مدار سنوات طويلة لمبادرة المغرب للحكم الذاتي، والمتحدثون كذلك دعوا الجزائر للعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات. ويبدو أن الجزائر تعاني من نوع من أنواع الشيزوفرينيا. هذا أمر منطقي من جانب، ولكن من ناحية أخرى إنه يدعو هذه اللجنة للتصرف، ولكنه يغفل الدعوة لمجلس الأمن، وتلك ليست محض مصادفة. فمجلس الأمن بالفعل ألزم الجزائر بالتصرف، ومجلس الأمن هو الهيئة التي تقرر من الذي عليه أن يطلع بالتدابير، والجزائر تفضل أن تتجاهل هذه المسألة وتتجاهل البيانات التي سمعناها هنا في هذه القاعة. سيدتي الرئيسة، جدول أعمال لجنتنا يتضمن 5 بنود ومجموعة من البنود الفرعية، بما في ذلك القضية الفلسطينية ولبنان والأراضي العربية المحتلة. وأخي السفير من الجزائر كل مرة على مدار 5 سنوات أصر على عدم التطرق لأي مسائل غير مسألة الصحراء. وأما عن موقف الجزائر في المسائل الأخرى فلا نسمعه أبدا. الجزائر مهووسة بهذه المسألة فحسب. وردا على كلمته، حين يتحدث عن الشعب الصحراوي، لا يوجد شعب في هذه المنطقة، هناك بعض السكان في هذه المنطقة، وجزء من هذه السكان أجبره الجيش الجزائري والبوليساريو
على المعيشة في مخيم تندوف. إذا أراد أن يتحدث عن الشعب، عن شعب المنطقة، ليس عليه إلا أن يفتح هذه المخيمات ليرى ما إذا كانوا من الصحراويين أو الجزائر أو كانوا لاجئين من مالي ومن مناطق أخرى. وأود أن أؤكد أنه لا يوجد تعريف واضح لكلمة people أو شعب. حتى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي لم تتمكن حتى اليوم من توفير تعريف واضح لكلمة الشعب أو people، لأن المتحدث أحيانا ما يشير إلى الشعب وأحيانا ما يشير إلى السكان. هناك سكان في المغرب وهناك لاجئون في الجزائر. أما عن مسألة تقرير المصير، ربما نسي أن يقرأ مبادرة المغرب للحكم الذاتي، لأن هذه مسألة حساسة، ولكن هذه المبادرة تسمح باستفتاء شعبي في نهاية المفاوضات، وشعب وسكان الصحراء المغربية سيكون له أن يقرر ما إذا كان يوافق على هذا الحل. ومن يعيشون في هذه المخيمات هم من سيصوتون على الحل السياسي والاتفاقات التي يوفرها مجلس الأمن، تحديدا الحلول القائمة على توافق الآراء والحلول التوفيقية على نحو مستدام. علينا أن نعود إلى الموعد المستديرة، وعلى الأطراف الأربعة أن تتحلى بمسؤولياتها حتى تصل منطقتنا إلى السلام والاستقرار. وحتى ذاك الحين ستستمر المغرب في مسارها من أجل تنمية المنطقة. انقطع الصوت عن المتحدث. أشكر مندوب المغرب الموقر، وأعطي الكلمة الآن لمندوب الجزائر الموقر ليتحدث للمرة الثانية مستخدما حق الرد. سيدي لك الكلمة، معك 3 دقائق. سأوجز. لقد رأيتم أنني كنت محقا. مندوب المغرب الموقر لا يمكنه أن يكلف نفسه عناء استخدام عبارة الصحراء الغربية، ولا يمكنه حتى أن يقول الشعب الصحراوي. ولكن الجمعية العامة والأمم المتحدة أنشأوا بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهذا من أجل توفير لجنة لمن سيصوتون على استقلال الصحراء الغربية من عدمه أو الاندماج في مملكة المغرب من عدمه. من الذي يمنع عمل هذه البعثة الآن؟ أذكركم بأن تلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. إن بلادي تستمر في توفير الدعم لجهود أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد دي مستورة من أجل التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية. نحن لا نضع قيودا على جهودهم بخلاف احترام تقرير المصير. أما الزميل من المغرب فليس عليه إلا أن يقرأ وثائق بلده والتي تقول إن بلاده لا يمكنها أن تقبل أي حل إلا في سياق نتيجة نهائية تعطي المغرب السيادة، وهذا مناقض لكل ما نقوم به هنا في الأمم المتحدة. سيدتي الرئيسة، إن بلادي بلاد السلام. وردا على الزميل من المغرب، إذا كان علي أن أقوم بهذا، اسمحوا لي أن أقول إن الدبلوماسية الجزائرية ليست مهووسة بالصحراء الغربية فحسب. الدبلوماسية الجزائرية تدافع كذلك عن فلسطين،
وقد أتيت للتو من اجتماع في مجلس الأمن، وسأعود إلى هذا الاجتماع مرة أخرى حتى أدافع عن حق الفلسطينيين في العيش في سلام على أرضهم، فهم كذلك سكان مقموعون في أراضٍ محتلة. شكرا جزيلا لمندوب الجزائر الموقر، وأعطي الكلمة الآن لمندوب المغرب الموقر الذي سيتحدث للمرة الثانية. شكرا جزيلا سيدتي رئيسة. أعتذر على طلب الكلمة، ولكن وجب علي الرد على أخي سفير الجزائر. أبدأ بآخر عنصر تطرق إليه بالنسبة للقضية الفلسطينية. نعم، كان هناك دفاعا، ولكن باسم المجموعة العربية، لأنه ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن. وإذا ما كانت الجزائر مهتمة بهذا القدر لحقوق الشعب الفلسطيني، لماذا يمنع مظاهرة الشعب الجزائري في شوارع الجزائر دعما لغزة، دعما للبنان، دعما للضفة الغربية؟ إنهم يحظرون المظاهرات، وما من أحد له الحق في التظاهر. أما في المغرب كل أسبوع نشهد مظاهرات أمام البرلمان وفي المدن الكبرى. ثانيا، أخي الجزائري على ما أعتقد متأثرا لأنني أتحدث عن الصحراء المغربية. نعم، لا أتحدث عن الصحراء الغربية، لأن هذه الصحراء لم تظهر أبدا في التاريخ، وإنما كانت وتظل الصحراء المغربية. والأسبوع الطالع غير الاستعمار الوضع، حتى حينما وردت هذه القضية في 1963. للأسف أخي الجزائري لم يذكر أبدا أن المغرب هي التي سجلت هذه القضية ورفعتها في الأمم المتحدة. والقرار الأول الصادر عن الجمعية العامة طالب من أسبانيا التفاوض مع المغرب حول الصحراء وتحديد المنطقة، وبعد ذلك تطور الاسم من الصحراء الإسبانية ثم الصحراء الغربية، وهذا في التاريخ. أما حديثي عن السلطة القائمة بالإدارة، عفوا حق تقرير المصير، إن هذا المبدأ حق عالمي. لماذا يرغب في تطبيقه فحسب على هذه المنطقة الصحراء المغربية؟ لماذا يرفض بلاده، أو عفوا ترفض بلاده الشعب الكبير الذي كان متواجدا كمملكة قبل إنشاء الجمهورية الجزائرية في 1962؟ يجب على الجزائر أن تتحلى بالشجاعة للدفاع عن المبدأ، وألا أنت تطبقه حصرا على جانب دون الآخر. يجب أن ترقى بهذا المبدأ العالمي، ولكن المغرب سيواصل دائما الدفاع عن صحرائه. وكما ذكرت آنفا في مداخلتي، يحدون الأمل أن تدرك الجزائر أن هذا المشروع الانفصالي باء بالفشل بالفعل، وأن هذه الحملة ضد تنمية الصحراء ستفشل، على الرغم من لن أذكر المصطلح. أشكر سعادة ممثل المغرب الموقر، الوفود الكرام.